طيب انا في كمبيوتر ساينس اللي هي كليه علوم قسم حاسب في جامعه الزقازيق في سنه ثانيه وداخل سنه ثالثه. والفيديو ده للناس اللي هي كان نفسها تدخل حاسبات وما جابتش مجموعها، فهي دلوقتي في حيره بين انها تدخل كليه علوم وانها تدخل قسم حاسب، ولا تروح معهد مثلا خاص او كليه خاصه الكلام ده. ففي الفيديو ده انا هحكي لكم تجربتي في كليه علوم اللي هو قسم حاسب، ازاي دخلت المواد، بتدخل ازاي القسم، الدكاتره، الامتحانات، كل الكلام ده وانا هحكي لكم عليه. وكمان في اسئله انا جايبها هنا من بوستات بتقابلنا على الفيس، في ناس بتسال عن الموضوع ده، يعني شفت الاسئله اللي ناس كتير قررتها او ناس كتير مهتمه بيها، فهحاول اجاوب عليها في الفيديو ده. زي مثلا اصلا واحد هنا جايب مجموع حاسبات يقول لك لا انا هدخل معهد هندسه ومنها هدخل بقى قسم البرمجه عشان يتقل مهندس والكلام ده، كل الكلام ده هنجاوب عليه. فاللي هو قبل اي حاجه كده يا معلم انزل اعمل لايك وسبسكرايب روق الدنيا كده واطلع الله عشان نخش في الموضوع. السلام عليكم كده. اول حاجه القسم ده متاح بس للي كان علم رياضه في ثالثه ثانوي. وفي جامعه الزقازيق مثلا في بعض الجامعات يعني اللي هو ناس بتدخل كيمياء وحاسب اللي هو قسم مزدوج وكانوا في علم علوم، يعني اعتقد بنسبه 95% ان كل الجامعات ما فيهاش قسم حاسب للي كان في علم علوم. طيب وازاي اصلا بتقبل في القسم وببدا من سنه اولى ولا من سنه ثانيه؟ طيب انا عندي في جامعه الزقازيق بتدخل اقسام من سنه ثانيه وبتفضل سنه اولى دي بتاخد فيها مواد اعدادي، يعني شبه اعدادي هندسه بالظبط، بيختلف بس في المواد الرسم اللي عندهم انت طبعا ما بتاخدهاش. يعني بتاخد رياضه، بتاخد فيزياء، بتاخد كيمياء. يعني مثلا الرياضه بتكون انت شبه اللي انت اخدها في ثالثه ثانوي، اشتقاق وحاجات من دي، بس بتبقى بتوسع اكتر وبيكون بالانجليزي. الفيزياء بتبقى لذيذه، الكيمياء بتبقى لذيذه، بتاخد ديناميكا، بتاخد استاتيكا، بتاخد كل الكلام ده، بس يعني بيبقى بيتوسع شويه وبيكون بالانجليزي. ويعني في حاجات بتبقى رخمه وحاجات بتبقى سهله، يعني مثلا الرياضه التفاضل الحاجات دي بتعدي فيها، والحاجات دي اصلا اللي فرقت معايا وساعدتني في الامتياز في الترم الاول وفي الترم الثاني. بس في مواد مثلا زي الديناميكا زي الاستاتيكا، المواد دي ربنا معاك على حسب الدكتور والامتحان هو هيمشيه لكم ازاي. طيب ده كان عندي في الزقازيق. في جامعات ثانيه مثلا زي جامعه عين شمس واعتقد القاهره كمان ممكن بتتخصص من سنه اولى، يعني انت بتكون في قسم حاسب من سنه اولى، انت هتشوف الجامعه الاقرب للمكان بتاعك وتشوف الدنيا فيها تبقى ماشيه عامله ازاي. طيب لو بتخصص من سنه ثانيه تنسيق الجي بي اي بيكون عالي ولا بيكون عادي ولا بيكون عامل ازاي؟ طيب خليك عارف ان الاقسام بتاعه كيمياء اللي في كليه علوم بيكون تنسيقها اعلى، يعني مثلا الاقسام بتاعه كيمياء سبيشال، بيولوجي، جيولوجي، الحاجات الغريبه دي بتكون اعلى. ليه؟ لان كليه علوم بتاخد من علم علوم وعلم رياضه، يعني التنسيق بيكون مبني على الاثنين، مش بيكون مبني مثلا على بتوع علم رياضه بس او بتوع علم علوم بس. خلي بالك برضو انت بتاع رياضه، عشان ناس كتير ما تعرفش الحوار ده، انت مالكش دعوه بالحاجات بتاعتهم، يعني انت بتدرس رياضه فيزياء، هي الحاجه الوحيده بتاخدها كيمياء بس، يعني انت مالكش دعوه بالجيولوجيا والحيوان والحاجات دي، عشان في ناس كتير جدا بتفكر انها بتاخد كل الحاجات دي مع بعضها. طب انت عايز تعرف مثلا قسم حاسب في الجامعه بتاعتك ده بيكون الجي بي اي بتاعه عامل ازاي، بيكون عالي ولا قليل ولا كده؟ هتشوف السنه اللي قبلها هيكون مثلا انا حاسب 2 و4 بياخد من جي بي اي 2 و4، فهو يوم ما يفجر قوي هيكون 2 و7، هيكون 2 و6، 2 و5، يعني هو مش هيطلع اعلى من كده. نصيحه والله استغل الدرجات بتاعه الميد ترم اللي الشفا والحاجات دي، وهات مجموع كويس وراح دماغك من كل القصص دي. واستغل مثلا ان حاجه زي التفاضل والجبر هي نفس اللي كنت بتاخده في ثالثه ثانوي، بس زي ما قلت لك توسع بسيط، وكمان الحاجات بالانجليزي، فيعني استغل ان تجيب في ده امتياز. وبصراحه دي الحاجه اللي رفعت الجي بي بتاعي هي مواد الرياضه. طيب اتخصص مثلا بعد كده باك اند، سايبر سكيورتي، الحاجات دي لا، هو اصلا يعني سي اس او كمبيوتر ساينس ده هو ده تخصص في كليه حاسبات او كليه الذكاء الاصطناعي. مثلا درست في سنه ثانيه اللي هي السنه الاولى التخصص درست سي بلس بلس، او بي، نتورك، داتابيز، انفورميشن سيستم، كمبيوتر اركتكتشر، فاللي هو انت بتاخد كل حاجه تخليك لما تدخل في اي تراك تدوس فيه براحتك. وده الكومنت بتاع الجمله الشهيره، انت بتدرس الحاجات نظري ما بتدرسش عملي. بص يا معلم، انت بتاخد الحاجات نظري عادي جدا في المحاضرات، يعني سي بلس بتاخدها في المحاضره نظري، بتروح السكشن بتطبق عليها، بتاخد تاسكات، كل سكشن بتاخد تاسكات بتطبقها في السكشن، وبتاخد تاسكات عليك تعملها، بتعمل مشاريع وبتعمل عملي يعني زيها زي اي كليه عادي جدا. طيب انا جايب مجموع علوم بس والدي بيقول لي ان ادخل معهد هيكون احسن من علوم. طيب انا وجهه نظري في الموضوع ده، لو انت حد فعلا بيحب البرمجه وعايز يشتغل بيها، يعني انت المعاهد دلوقتي زي الشروق والعاشر والحاجات دي اعتقد ده دلوقتي ب 25 او ب 35. بال 25000 دول انت لو دخلت واتفرجت وعرفت التراكات بتاعه البرمجه وخلاص حطيت تراك في دماغك انك عايز تدرسه مثلا باك اند، انت هتاخد ال 25000 دول منهم 7000 جنيه او 6000 جنيه، ممكن اقل كمان، وتروح لاكاديميه محترمه هتدرس فيها في خلال 6 شهور او 9 شهور اي تراك انت عايزه، وهتشتغل بيه بعدها وتنزل تدريب وتشتغل في شركه في حدود سنه من غير جامعه ولا وجع دماغ. وتاني حاجه ودي حقيقه مش وجهه نظر، دخلت حاسبات، دخلت هندسه في الزقازيق، في عين شمس، في القاهره، في اولد ترافورد، انت مهما تعمل مفيش كليه او مفيش جامعه هتخليك في المجال ده بعد ما تخلص الاربع سنين تروح تشتغل في اي تراك او تشتغل في التراك اللي انت عايزه من غير اي مجهود منك خارجي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده يعني المجال ده بيعتمد بنسبه 90% على المذاكره الذاتيه بتاعتك، انك تدور في يوتيوب وتدور في اماكن بره وتعمل اكواد وكل الكلام ده. وان من وجهه نظري يعني مفيش جامعه او كليه هتدخلها وتخرج منها تشتغل على طول في المجال ده. في بقى اغرب ناس اللي بتبقى جايبه مجموع حاسبات بس مش جايبه مجموع هندسه، بس هي اصلا نفسها تدخل حاسبات، بتروح بقى تدخل في معهد هندسه او هندسه خاص ايا كان هو، تقول لك عشان يتكتب لي او ادخل النقابه ويتكتب لي في البطاقه مهندس، انما اللي بيبقى في حاسبات ده ملوش مسمى وظيفي او ما بتقولوش يا مهندس. وانا كمان لما اجي اشتغل الراجل هيشوفني في هندسه فهيشغلني انا، مش
واشغل التاني عشان هو مش في هندسه. يا عمي الناس سافرت المانيا واخذت جنسيه، والناس سافرت دول اوروبا وشغاله واخذت كمان جنسيه وعايشه وجابت عربيات وحياتها من غير اصلا ما تدخل لا هندسه ولا حاسبات بكورسات. يا باشا يا معلم انت جاي في المجال الغلط. المجال ده بالذات لا في واسطه ولا في انت ممكن هندسه وستودنت اكتيفيتي، الحاجات دي تاهلك انك تدخل انترفيو اسهل، بس انت دلوقتي دخلت الانترفيو ومعاك واحد تاني واخد كورسات، لا دخل جامعه اصلا ولا دخل كليه ولا دخل اي حاجه، هتتسالوا نفس السؤال او هيطلب منكم تعملوا نفس الحاجه، واللي هيعملها احسن او هيعملها اسرع او هيعرف يعملها اصلا هو اللي هيشتغل والتاني مش هيشتغل. وانت بقى خد هندستك وخد الحاله اللي انت عايش فيها دي بقى، تخطب بيها، تتجوز بيها، تفتح بقى مشروع، يعني ربنا يعينك. يعني وبس كده، كل الكلام ده كان من وجهه نظري، حوار الفلوس وحوار المعاهد وحوار الكليات الخاصه. وانا والله بشوف ان المجال ده مجال بتاع اليوتيوب، يعني والله العظيم انت لو قعدت على اليوتيوب ومشيت على رود ماب معين كل حاجه هتلاقيها اليوتيوب، كل حاجه مشروحه، سواء لو ما لقيتهاش بالعربي هتلاقيها ب 100 لغه ثانيه غير العربي. وعندك اكتر من نموذج لناس اتعلمت مع نفسها واشتغلت وربنا كرمها. بس الموضوع مش سهل، يعني ما تعتقدش ان هو انا هاخد كورس وهتفرج لا، الموضوع مش كده خالص، الموضوع متعب والموضوع بياخد وقت اكبر من انت تتخيل. يعني كده نكون وصلنا نهايه الفيديو، اتمنى اكون فدتكم، واي حد عايز يسال في اي حاجه يكتب لي في الكومنتات او يبعت لي على انستجرام. ما تنساش طبعا اللايك، شير، سبسكرايب، تبعته لصاحبك تخليك سالك. يعني بس كده، سلام.